اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. صدق الله العظيم. النهاردة مع بعض فيديو جميل جدا، شوية شعرية وكيس كاستر. هنعمل مع بعض أحلى حلويات، يعني هنقوم نعمل حاجة حلوة بكيس كاستر وشوية شعرية. لو عندك موجودين في البيت هتقومي تعملي أحلى حاجة حلوة لولادك. يلا يا ست الكل، حطي لايك وتعالي شوفي احنا عملناها مع بعض ازاي. يلا وبدأنا بقى نعمل اول خطوة. انا حطيت الطاسة على النار وحطيت فيها مقدار 3 أو 4 معالق من الزبدة. طبعا عندك سمنة ماشي، عندك زبدة ماشي، اللي موجود عندك في البيت تشتغلي بيه. وبعدين بدأت ان انا اخليها تدوب شوية على النار علشان ابدأ انزل بالشعرية بتاعتي. خلاص كده الزبدة ما شاء الله ساحت على النار، ونزلت بحبة الشعرية اللي انا هعمل بيهم الصينية الجميلة بتاعتي. وهبدأ اقلب الشعرية في الزبدة كويس جدا علشان انا عايزاها تحمر، مش عايزاها كلها، انا عايزاها شوية يحمروا وشوية تبقى، يعني عايزاها على لونين، يعني نص ونص، تدي شكل حلو خالص معايا في الصينية. بس عايزة اقول لكم يا ريت اللي اول مرة يشوف قناتي ما ينسانيش بالاشتراكات ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد، وكومنتاتكم الجميلة ربنا ما يحرمني منكم ابدا، ولايكات كتير 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 علشان القناة تفضل معاكم. طبعا قلبتها في الزبدة، واستنوا بقى هشوف هقول لكم هنعمل ايه. جبت شوية سكر، دي كوباية الا ربع من السكر. هحط التلتين واسيب التلت، يعني هحط مقدار نص كوباية سكر وهسيب ربع الكوباية التاني. هقول لكم هنعمل بيه ايه مع بعض. خليكم معايا خطوة بخطوة وشوفوا مش هتندموا. مكونين 2 هتعملوا احلى حلويات على البارد. وبدأت ان انا اقلب الشعرية، بصي بدأت تحمر، انا عايزة جزء وجزء. قلب كويس جدا، اوعي تتحرق منك، خليها تحمر بس ما تتحرقش. وبدأت ان انا اقلبها لغاية اما ادتني النتيجة اللي انا عايزاها، نص احمر والنص التاني اداني اللون اللي هو يدوبك بس تحمر حاجة خفيفة خالص في الزبدة. وخلاص كده هبدأ ان انا اسوي الشعرية بشوية مية صغيرين خالص، احنا مش هنحط لبن، اللي حابب يحط لبن براحته خالص. بس الاول هحط رشة من الفانيليا ورشة من الملح علشان اظبط المقدار بتاعي، علشان نعمل الريحة الجميلة للشعرية. وشوفوا بقى هنسويها ازاي. كوبايتين 2 من المية وهننزل بيهم على الشعرية، وهنبدأ نقلب الشعرية كويس جدا علشان تستوي في شوية المية اللي احنا حطيناهم دولت، علشان ما ينفعش ان احنا نعمل بالشعرية وهي مش مستوية، مش هتبقى حلوة ومش هتدينا النتيجة اللي احنا حابينها. فبدأت ان انا اقلبها واسيبها شوية لغاية اما تتشرب المية بتاعتها، واقلبها تاني لغاية اما تديني النتيجة وتستوي وتبقى جميلة خالص. هي مش هيبقى فيها مية بس هتستوي، هتبقى خطيرة كده. خلاص استوت وادتني النتيجة اللي انا حباها. وخلاص كده تعتبر الشعرية خلصنا دورها على البوتاجاز. هنقفل البوتاجاز وهنروح بقى عند الرخام علشان اكمل الصينية بتاعتي. يلا بقى تعالوا نروح مع بعض عند الرخامة علشان نكمل الصينية الجميلة بتاعتنا. اتمنى تعملوها، ومستنية كومنتاتكم بالمكونين الاتنين اللي احنا عملنا بيهم وعملوا معانا نتيجة رهيبة. يلا بقى مع بعض، خليكم معايا خطوة بخطوة. وحضرت الشعرية وجبت الصينية وبدأت ان انا اعمل معاكم الصينية الجميلة مع بعض. نزلت بالشعرية اهيت المقدار اللي انا حباه. طبعا مش هنزل بكل الشعرية، لو انت حابة ان انت تنزلي بكل الشعرية انزلي بيها، بس انا هسيب شوية عشان هقول لكم انا هعمل ايه في الاخر. فنزلت بشوية من الشعرية كتار يعني، وسبت شوية صغيرين من الشعرية علشان هقول لكم في الاخر انا هعمل بيها ايه. وبدأت ان انا اسوي الشعرية كويس جدا جدا في الصينية علشان تبقى متساوية، وتبقى اما اجي اقطعها تبقى جميلة خالص معايا. فردت الشعرية في الصينية اهيت. طبعا مجرية مسرعة الفيديو علشان ما اطولش عليكم. خلاص كده فردتها كويس جدا في الصينية، وهسيبها تبرد شوية وهروح اعمل الكاستر بتاعي.
جبت حلة وحطيت فيها 4 كوبايات لبن أو 3 كوبايات ونص بالظبط من اللبن على النار. طبعا أنا كنت لسه حاطة اللبن بارد. ونزلت بإيه؟ بكيس من الكاستر، ما تزوديش، هو كيس من الكاستر هيعمل معاكي الصينية الجميلة دي. وبدأت ان انا اقلب الكاستر. اوعي تفصلي، قلبي عشان ما يتكتلش منك، علشان يبقى جميل وتيجي النتيجة الجميلة يا ست الكل. افضلي قلبي 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 علشان ما يعملش كتل ويبقى جميل خالص. ونزلت بقى دول شوية السكر اللي كانوا فاضلين ونزلت بيهم على الكاستر. طبعا احنا قايلين السكر ده على حسب الرغبة، يعني اللي حابب ان هو يزود السكر يزود السكر، اللي حابب ان هو يحط السكر قليل طبعا دي حاجة ترجع لك انتي. وبدأت ان انا انزل بقى ايه برشة الفانيليا، وبدأت اقلب كويس جدا جدا اوعي يتكتل منك. بصوا ما شاء الله هو ما بياخدش وقت، وكان ما شاء الله اداني النتيجة الجميلة. ما شاء الله خطير، ده القوام اللي انا عايزاه. هلفه لفتين بالمضرب كمان، وهروح بقى على الرخامة اكمل الصينية بتاعتي. يعني احنا كل اللي عملناه، عملنا الشعرية على النار، حمرناها نص نص، ونزلنا عملنا الكاستر، وهننزل بالكاستر على الشعرية. بصي قوليلي ايه رأيك بقى في الطريقة الجميلة دي؟ نزلنا بقى على الكاستر، لا نزلنا بالكاستر على الشعرية، وعملنا بقى احلى صينية حلويات او حاجة حلوة نعملها لاولادنا من حاجات بسيطة خالص. خليكي معايا خطوة بخطوة وشوفي احنا عملناها ازاي. حابة تقدميها كده ماشي، مش حابة انت ممكن تحطيها في التلاجة وتقدميها كده بتبقى خطيرة. لكن انا حبيت اعمل حاجة اضافية كده، انت حابة تعمليها اعمليها، مش حابة براحتك. كان في فاضل شوية شعرية انا محمراهم، ورحت نازله بيهم بقى، نازله عليهم بقى بشويه ايه صوص الفراوله الجميل بتاعي. طبعا الصوص ده تحفه. وبدات ان انا انزل بيه على الشعريه واقلبه كويس جدا جدا. بص الشعريه متفلفله ازاي وخطيره ومستويه ورهيبه جدا، علشان هي كل ما تستوي هتبقى متماسكه معاكي لما بتبرد. خلاص كده قلبتها في صوص الفراولة، وهروح بقى ايه ازين بيها الصينية بتاعتي. زي ما انا قلتلك انت حابة تقدميها كده، دي حاجة ترجع لك انت، وسهلة وبسيطة وجميلة جدا وهتبقى تحفة. مش حابة وعايزة تزودي اي اضافات، عايزة تحطي مكسرات، عايزة تعملي اي حاجة، دي حاجة ترجع لك. فانا كان فاضل شوية الشعرية دي، فقلت ايه ازين بيها بصوص الفراولة اللي عندي، ازين بيها الصينية. ايه رأيك يا ست الكل؟ قوليلي رأيك بقى في كومنت جميل زيك زي ما انا متعودة. اهو خلاص نزلت بقى بالشعرية على الكاستر، بس الكاستر اهوت لسه بيتهز شوية، عايز يتحط في التلاجة، والشعرية اللي فاضلة دي تتاكل بألف هنا. وحطيت الصينية في التلاجة بس مش كتير، 10 دقايق بس، وحبيت ان انا اوريكم النتيجة الجميلة. بصوا ما شاء الله كانت خطيرة جدا ومتماسكة ورهيبة، والطعم والريحة مش عارفة اقول لكم كان ايه رهيب. اتمنى ان انتوا تجربوهم. بصوا بالشعرية والكسر عملنا احلى حاجة حلوة واحنا قاعدين في البيت بسهولة. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا رب اكون عند حسن ظنكم، وانتظروني في الفيديو القادم، واللي نسي اللايك يحط اللايك. والسلام عليكم ورحمة الله.